تخيل وياي سنة 1955 شاب من بغداد اسمه منتظر اخترع طريقة يحكي بها ويا صديقه بالبصرة بدون لا يكتب رسالة ولا يسافر. شلون؟ ربطوا سلكين، واحد لفه من الجامع الكبير والثاني من سطح بيتهم، وابتكر جهاز يبعث إشارات صوتية بسيطة تشبه نبضات توصل عبر الأسلاك. كان يضول إذا الكهرباء تمشي بالسلك ليش الصوت ما يمشي، وهي الجملة اللي بعدين تحولت لعالم كامل اسمه الاتصالات. منتظر ما اخترع الآيفون، بس اخترع النية، فكرة توصل الصوت من مكان لمكان بدون جسد بدون سفر. اليوم نكبس زر واحد ونخابر واحد بنيويورك نشوفه ونحضي وياه وننسى إنه البداية كانت مجرد سلكين ومفتاح نحاس. الموبايل اللي بتجيبك ما جا من العدم، جا من تراكم أفكار من ناس مثل منتظر يحلمون يسمعون صوت عزيز عليهم، لو حتى صوت الحب. الاتصال اليوم صار 5G، بس جوهره بعده نفسه، نربط القلوب قبل الأذان. فكل مرة تفتح موبايلك تذكر أنت تستخدم حلم شاب عراقي من زمان، بس حلمه بعده حي ويحكي وياك بكل